سلام الغزالات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديده. كيف ما كنعرفوا خاصنا ضروري نهتموا بالبشره ديالنا والشعر ديالنا، لذلك انا جبت لكم اشياء جديده اللي ديروها ان شاء الله اللي تساعدكم، خصوصا بانه عارفين داخل علينا رمضان، خاصنا نهتموا بالبشره ديالنا مزيان، يعني ناخذوا الفيتامينات. كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات تنساوش لايك وسبسكرايب، نقول لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر. واول حاجه غنبداو بها الفيديو كيفاش نحضروا بروتين طبيعي اللي هو يعني غني بعناصر غذائيه اللي تساعد لكم البشره ديالكم والجسم ديالكم والشعر ديالكم، اللي هما بذور اليقطين اللي هما بذور القرعه الحمراء، والزريعه ديال الكتان، حبوب الشيا يعني بذور ديال عباد الشمس اللي هي زريعه الكحله يعني منقيه، وكنديروا كاكاو مور يعني هذه كتزيدوها اللي بغى يزيدها يعني ماشي اختياريه. غنخلطوهم كاملين يعني حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، وغنحطهم وغادي نخلطهم في الخلاط، يعني يولي عندي واحد الباودر اللي بقى نستعملو ديما مع العصير، تستعملو مع اي حاجه غنشربها، يعني مفيد بزاف يعني وغني يعني بالمعادن اللي بحال مثلا البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والفيتامينات. بالنسبه لهذا الباودر هذا انا ديما كنزيدو في العصير ديالي، اي عصير اي فاكهه درتوها اي عصير بن اي نوع كنزيد معاه معلقه، يعني هذا المكون هذا واعر بزاف ولقيت منه يعني نتيجه اللي زوينه بزاف الجسم ديالي والشعر ديالي والبشره ديالي. دابا البنات غندوزو للشعر ديالنا وغنعطيكم نصائح اللي انني استعدت بهم، يعني الشعر ديالي يعني كان في واحد الحاله اللي هي خايبه بزاف. دابا نشارك معكم الصور ديالي القدام، يعني فيديوهات انه فاش كان شعري قصير وباش خرجت عليه بالصبايغ وباش حامل حاجه. فالحاجات اللي ساعدوني باش انني رجعت الشعر ديالي يعني رجع ليه ديك القوه ديالو وداك اللمعان ديالو هما الزيوت. 80% ديال الشعر هما الزيوت، ضروري تغلغلوا شعركم بالزيوت ديالكم ولا الزيوت اللي شاركت معكم، وغنشارك معكم في هذا الفيديو زيوت اللي هما جدادين بزاف واللي زوينين بزاف اللي غتستافد منهم الشعر ديالكم. وما تنسوش المساج، راه مهم للفروه ديال الراس. كل ليله ندير مساج خفيف واخا غير باليدين، يعني بالاصابع ديالي كل ليله ندير مساج خفيف للفروه ديال الراس ديالي، وندير الزيت الاطراف ديال الشعر والناس. ضروري يعني هاد الخطوه هذه خاصها ما تخطاكمش، وانني خصوصا الناس اللي عندهم مثلا الزغبه اللي كتكون ناشفه بزاف، يعني كنصحكم انكم ديما ديروا الزيوت للشعر ديالكم. وثاني حاجه يعني الحاجه الاغلاط اللي كيديروهم الناس، يعني فاش كيبغيو يحطوا الزيت يعني كيحطوه بواحد الكميه اللي هي كثيره بزاف خصوصا في الفروه ديال الراس. يعني نحط الكميه اللي انني حسيت بها انها استقبلتها الجلده ديالي، خصوصا الناس اللي مثلا عندهم يعني فروه الراس اللي دهنيه بحالي انا، عندي فروه يعني عندي شعري ناشف، يعني كل ما حطيت كميه كبيره ديال الزيت كل ما مزيانه، خصوصا الاطراف ديال الشعر يعني كتستافد منه الزغبه ديالي واصلا كتشربوا، يعني هذه واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف. اما بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا شعرهم اللي هو دهني فيحطوا كميه اللي هي صغيره بزاف ويفرقوها على الشعر ديالهم حتى يحسوا بان الزغبه ديالهم تشبعت بديك الزيت. بالنسبه للزيوت فغنخلط مجموعه من الزيوت اللي غتستافد منهم الشعر ديالي. اول زيت اللي هو زيت الافوكا،
وزيت الصبار يعني منه تقويه وترطيب ويعطيني لمعه للشعر. ثالث زيت اللي هو زيت اكليل الجبل، كيف ما كنعرفوا على زيت اكليل الجبل تطويل الشعر وتكثيف ديالو. زيت ديال الكوكو وزيت ديال اللوز وزيت حبه البركه. هاد الزيوت كاملين راه غزالين بزاف. وزدت في الاخر قطرات من الزيت ديال اكليل الجبل حتى هو زدتو، يعني واحد يعني هي ماركه مختلفه، راه هما نفس الزيوت. فدابا غندوزو للكوماج ديالنا اللي هو خصيصه للشعر، يعني هاد المره ماشي للبشره. فهاد الكوماج هذا يعني يساعد لكم البشره ديالكم، يعني الفروه ديال الراس تنقى مزيان. يعني الا كانوا شي اوساخ ولا شي زيوت كيكونوا في الشعر اللي ما كنستافدوش منهم، فكنجدوا يعني الفروه ديال الراس ديالنا باش انها تنقى، وفي نفس الوقت تحيد لينا ديك القشره ولا اي حاجه يعني الاوساخ اللي كيكونوا في الشعر، وكتنقى وكتولي تجدد من الاول. من اول استعمال هذا المقشر هذا فتحسوا ان الفروه الراس ديالكم خفافت وتنقات ولات زوينه. بالنسبه لمكونات هذا المقشر فهو السكر سنيده، زدت معاه يعني معالق ديال قهوه مطحونه وسدر مطحون وزيت ارغان وزيت حبه البركه وخلط. تقدروا ديروا اي زيوت نتوما مرتاحين ليهم. بالنسبه لهاد التبريمه البنات فما كتخطانيش، خصوصا ملي كنبغي ندير يعني تنظيف البشره اللي كيكون عميق، فغزاله بزاف. انا ديما كنديرها والله الا غزاله من اول استعمال غيبان لكم الفرق. في المكونات غنحتاجو يعني حمص يعني مطحون 2 معالق، تقدروا ديروا الكميه اللي باغيين نتوما. صدر مطحون كميه اللي باغيين نتوما اللي غتستعملوها. نشا حتى هو، وغنزيد معاه النيله الزرقاء، يعني ندير كميه اللي هي صغيره بزاف، وملعقه ديال النيدو يعني حليب مجفف، ونزيد معاه يعني قهوه مطحونه حتى هي زوينه، ونديرت معاه يعني عكر فاسي. فهاد المكونات هادو يعني ما غادي نخلط معاهم حتى شي حاجه، غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نسدهم مثلا وغنحطهم في واحد البلاصه. كل ما غنبغي ندوش غناخذ كميه منهم، يعني الكميه اللي غنحتاجها في الجسم ديالي، وغادي نخلطها مثلا مع صابون البلدي ولا نخلطو مع حليب يعني سائل. تقدروا تحتفظوا بالكميه اللي بقات يعني تحطوها في واحد البلاصه، كل مره تبغيو تدوشوا تاخذوا منها يعني تخليوه مجفف، يعني تسدوها مزيان، يعني المكونات كيبقاو زويونين وانكم تستخدموهم كل مره. بالنسبه لترطيب الجسم فكنستخدم هذا الكريم هذا اللي هو الجليسيرين. كاين الجليسيرين اللي هو ثقيل، وكاين هذا فيني. انا كيعجبني هذا فيني هذا حيت التكستور ديالو خفيفه. كنخلط معاها زيت ارغان، زيت اللوز وزيت ديال الورد، كيخلي واحد الريحه غزاله بزاف، واحد الترطيب اللي عميق وزوين بزاف، وكتحطيه على البشره ديالك يعني كيكون خفيف وكتشربوا واعر بزاف. جربوه من اول استعمال غيبان لكم فرق في البشره ديالكم، وهذا هو اللي كنستعمل انا، فقلت انني نشاركه معكم علاش لا.
بزاف منكم قالوا لي تشاركي معنا الاشياء اللي كديري البشره ديالك، فقررت انني نشارك معكم هذا المنتج هذا. يعني انا مستخدمه مده هذه فلقيت منه نتيجه اللي زوينه بزاف. انا راه ما كنجيش نشارك معكم شي حاجه اللي ما كنتش مجرباها يعني ولقيت منها نتيجه، فانا الحاجه اللي فيها نتيجه كنشاركها، حاجه ما فيهاش راه تلقاوني كاع ما كنشاركها معكم ولا كنقول لكم رايي بلي انني ما نعاودش نشريها. بالنسبه لهذا المنتج هذا فهو زوين بزاف، تلقاوه في باغا فارماسي، زوين بزاف، لقيت منه نتيجه اللي زوينه للبشره، فقررت انني نشارككم معكم. ولا شريتو وجربتو قولوا لي الراي ديالكم علاش لا. كان هذا اخر الفيديو المتواضع ديالي، قررت انني نشارك معكم الماكسيموم ديال المعلومات والماكسيموم ديال الاشياء اللي كنجرب. فالا بغيتوا حاجه جديده قولوها لي في كومنت، وما تنساوش لايك وسبسكرايب. نقول لكم باي باي، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي.